مين ميسي ده؟ انا اسف قبل ما حد يشتم طبعا. الهلال مجموعته صعبه ومعاه ريال مدريد في المجموعه، بس باذن الله ممكن يوصل. معاه فريق كويس جدا وفي محترفين كتير، ونفسي الصراحه الترجي. تشجع مين في كاس العالم انديه؟ الاهلي طبعا. مقارنه سريعه بين تشكيله الاهلي وانتر ميامي، جاهز؟ جاهز طبعا. طب انت ايه رايك في انتر ميامي عامه؟ عواجيز. يعني فريق ما يخوفش؟ يعني احنا بنتكلم في فوق ال 35 وطالع، فاهمني؟ معظم النجوم بتاع الفريق هو ما فيش يعتبر غير ميسي. سواريز احنا زي ما احنا ما شايفين خلاص كرش وربى. خلاص الراجل مش قادر يتحرك، علشان متهيألي يطلع هجمه مرتده هو وجوردي ألبا والرجاله يحتاجوا تريسيكل. تريسيكل هيطلعهم في الهجمه المرتده. الشناوي ولا مستاري؟ مصطفى شبير. يعني انت نفسك مصطفى شوبير هو اللي يقف في الكاس العالم انديه؟ الصراحه الشناوي يعني الرجعه بتاعته بعد الاصابه مش احسن حاجه. الراجل طبعا ليه تاريخ وليه تاريخ كبير، والصراحه بيجي في المطوشه المهمه بيتالق، بس يعني مستواه مش مضمون خالص وما انغامرش. انا رايي مصطفى شبير مستواه على الاقل ثابت وهيقدم اداء كويس احسن من الشناوي اكيد. جوردي ألبا ولا يحيى عطية الله؟ بص، جوردي ألبا عالمي، والراجل يعني شال برشلونه كتير، وراجل يعني تاريخ، بس طبعا عامل السن دلوقتي تعبان جدا، ومفيش اصلا المستوى البدني بتاعه واقع. معظم انتر ميامي البدني عندهم مش احسن حاجه، غير كده هما بيلعبوا كمان في دوري ما فيهوش منافسه. يعني بالنسبه لي الدوري الامريكي انت عارف متقسم جزء مش عارف شرقي وغربي، وبيلعبوا بعد كده يلعبوا كاس امريكا والكلام ده، يعني تعبان خالص. اشرف داري ولا فالكون؟ فالكون ده لاعب بيلعب في انتر ميامي قلب دفاع. بيكهام. احمد رمضان بيكهام. يعني انت شايف ان احمد رمضان بيكهام هو اللي يبدا؟ طب يبدا مكان داري ولا يبدا مكان ياسر ابراهيم؟ يبدا مكان داري، احسن بكتير، مستوى اعلى بكتير، وبالذات ان هو بعد ما رجع وتسجل لا يلعب طبعا. احمد رمضان بيكهام. بيكهام. مارتينيز ولا ياسر ابراهيم؟ ياسر ابراهيم. والله الاهلي يا جدعان. مارسيلو وايجنت ولا محمد هاني؟ محمد هاني. بص، محمد هاني بيجي في كاس العالم للانديه بيعمل ماتشات حلوه. الراجل عمل ماتش جامد مع ديفيز ساعه ماتش البايرن كده. محمد هاني باذن الله يتالق ويعمل ماتش حلو. بوسكيتس ولا حمدي فتحي؟ يا عم بوسكيتس مين بوسكيتس ده؟ بوسكيتس من اللعيبه اللي بيلعب وهو واقف بطريقه. بوسكيتس جميل جدا، واحسن لعيب بيحولك من وضع الدفاع لوضع الهجوم في ثانيه، واحسن واحد يطلع، يعني بيحرك الفريق كله، يعني هو قلب الفريق، بس برضو عامل السن وحش جدا، وباذن الله حمدي فتحي هيعمل ماتش حلو. امام عاشور ولا تاليسكو؟ وقبل ما تتكلم، تاليسكو لاعب مهاري جدا ومن اللعيبه اللي بيعرف برضو يحول من الدفاع للهجوم بطريقه جامده جدا. امام عاشور. امام عاشور كده كده. عشان هو احسن لاعب في مصر حاليا ولا عشان هو مستواه فت؟ امام عاشور، وهتشوف مستوى خرافي منه في كاس العالم باذن الله. كراماشي ولا بن رمضان؟ واحنا لسه ما اتفرجناش على بن رمضان قوي في الاهلي، ولسه ما نعرفش مين كراماشيه ده. يبقى بن رمضان. بن رمضان باذن الله. الياندي ولا بن شرقي؟ وبرضو الياندي لاعب مهاري شويه جدا يعني. بن شرقي. باشا، ولادنا كلهم محترفين. بن شرقي باذن الله. شايف بن شرقي ممكن يقدم مستوى جامد جدا في كاس العالم للانديه؟ اقول لك على حاجه، واحنا مش عارفين برضو مين اللي هيلعب. بن شرقي هيلعب بن شرقي ولا هيلعب تريزيجيه؟ وغالبا تريزيجيه اللي هيلعب. طب تريزيجيه ولا الياندي؟ تريزيجيه طبعا يا باشا. تريزيجيه راجل لاعب دوري انجليزي، راجل لاعب في الدوري التركي وخد احسن لاعب في الدوري التركي. لا تريزيجيه طبعا. طب معلش، لو انت مكان المدرب هتلعب بن شرقي ولا هتلعب تريزيجيه؟ تريزيجيه. تريزيجيه عامل الخبره يفرق. ممكن ابتدي بتريزيجيه وبن شرقي يلعب من بعد الدقيقه 60، بالذات ان على فكره العامل البدني هيبقى في صالح الاهلي، هيبقى في صالح الاهلي جدا باذن الله. فانا اللعيبه بتاعتي كلها انا ممكن ابتدي بناس وبعد كده في الشوط الثاني العب بناس تانية، هيبقى حتى بيدي اداء احسن. تريزيجيه طبعا يفرق، وتريزيجيه مقاتل عنده روح عاليه وبيحب الفلنه. لا تريزيجيه طبعا. ميسي ولا احمد زايد زيزو؟ مين ميسي ده؟ انا اسف قبل ما حد يشتم طبعا. على فكره ميسي هو البابا عشان تبقى عارف، بس كانك بتغلط في ابويا. ميسي احسن لعيب في التاريخ، بس زيزو باذن الله هنكسب الماتش ده. زيزو سجل دي، زيزو هيحط جون في الماتش ده. يلعب بزيزو ولا يلعب بالشحات ولا يلعب بطاهر؟ دولت برضو مقارنه مع ميسي. بص هو يعني ما فيش حد فيهم يتقارن كده كده بميسي، بس لا طبعا لو هيبتدي وهيلعب بلعيب لا طبعا زيزو. يبدا زيزو بزيزو. مستوى احسن من الناس دي كلها. حسين الشحات برضه حلو في كاس العالم للانديه، والراجل بيتالق، بيبقى خارج بصراحه في كاس العالم. بيبقى مستوى جميل جدا.
وبالذات ان دي اول نسخه، فخد بالك انت اللعيبه كلها بتاعتنا بتاعت الاهلي باذن الله تحاول تظهر ايه بصوره كويسه. فنقول ممكن كده باذن الله زيزو هيلعب. سواريز ولا وسام ابو علي؟ ما اعتذرنا البستليرو، بس هيركب التريسيكل وياخد وراه الرجاله عشان يطلعوا مرتده. لا طبعا وسام. وسام الراجل لسه راجع، والمنتخب طلع متهيألي منتخب فلسطين طلع ورجع مع الاهلي وموجود هيلعب الماتش باذن الله. طبعا وسام ابو علي مدرب انتر ميامي ماسكيرانو، طبعا كلنا عارفين ماسكيرانو. خفير ماسكيرانو تاريخ كبير في برشلونه، وراجل من احسن لعيبه في الارجنتين اللي جم في الارجنتين. ماسكيرانو ولا ريبيرو؟ ريبيرو الراجل فاهمني مدرب برضو على مستوى عالي وكان بيدرب فرق كويسه، بس ماسكيرانو برضو خد بالك مدرب لسه جديد ولسه مدرب صغير بالنسبه للتدريب، ولسه يعتبر برضو خبرته التدريبيه مش احسن حاجه. بيدرب برضو في دوري تعبان جدا، يعني الدوري الامريكي بالنسبه لي دوري تعبان. وهنشوف لسه روبيرو، فباذن الله روبيرو يعني نقبل منه مستوى كويس. احنا ما شفناهوش غير في ماتش باتشوكا وما نقدرش نحكم عليه من الماتش ده. من وجهة نظرك شايف ان الانديه العربيه ممكن توصل لربع نهائي او لادوار متقدمه؟ والله يعني الهلال ممكن، الهلال مجموعته صعبه ومعاه ريال مدريد في المجموعه، بس باذن الله ممكن يوصل. معاه فريق كويس جدا وفي محترفين كتير، ونفسي الصراحه الترجي نفسي الترجي برضه يوصل. الترجي خد بالك معظم الفرق العربيه الاربع فرق العربيه اللي مشاركين، الترجي والوداد والاهلي والهلال، الاربعه لسه مغيرين مدربين، لسه مدربين كلهم جداد لنج. فباذن الله يعني نشوف اداء حلو من الاهلي، وباذن الله نلاقي فريق عربي تاني بيعمل اداء كويس والهلال باذن الله يوصل لربع النهائي. والاهلي باذن الله في نص النهائي. الوداد والعين في مجموعه واحده، تتوقع ان فريق عربي منهم ممكن يوصل لربع النهائي ان شاء الله؟ الوداد. العين فريق قوي جدا على فكره، ورام ربيعه بقى العين بس الوداد هيوصل لنقطه كويسه. يعني انت شايف ان النادي الاهلي ممكن يوصل لادوار متقدمه وممكن يوصل لنص نهائي كمان؟ بص اقول لك على حاجه، انت مجموعتك برضو مش سهله. بس انت مجموعتك سهله؟ لا مش سهله خالص. اسهل مجموعه من وجهه نظري. هي مجموعه يعني انت معاك فرق حنينه شويه، لكن انت معاك برضو بالميراس مش سهل. بورتو فريق قوي، مع انه السنه دي هو مخلص الدوري ثالث البرازيل، ثالث البرتغال اسف. بس لا فريق برضو بورتو فيه اسامي جامده جدا، بورتو فريق قوي جدا وفريق ليه تاريخ فاهمني. باذن الله الاهلي هيصعد من المجموعه دي، هنكسب انتر ميامي اول ماتش، وباذن الله هنكسب بالميراس وهنتعادل مع بورتو. كلمه اخيره للنادي الاهلي وتحب تقول لهم ايه؟ دي اول نسخه، ونفسنا ان مصر يتحط اسمها في اول نسخه دي، او الاهلي يتحط في مكان حلو. فيعني وانا متوقع ان اللعيبه هتلعب بروح عاليه، لان دي اول نسخه وكله عايز يظهر تمام. وفي صفقات لسه جايه الاهلي جديد، الصفقات دي برضه هتحب ان هي تعمل لنفسها يعني مكان وسط الجماهير. فباذن الله الاهلي لا هيعمل اداء كويس، وباذن الله الاهلي هيوصل لادوار متقدمه في البطوله. تغطيه خاصه لمباريات كاس العالم للانديه، استنونا.